اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من بودكاست. يعني اعمل ايه؟ انا الحسن رومل، ودي تاني حلقه على التوالي وانا متحمس الصراحه. اول حلقه كنت قلقان منها، وانا بكتبها وانا بصورها كنت حاسس ان هي مش اقوى حاجه، بس بعد لما عملت اديت حسيت ان يو كستاند الون حلقه كحد اول مره يعمل بودكاست نوت باد خالص. كتابه الحلقه دي كانت فان قوي بالنسبه لي، واللي جاب لي فكره الحلقه دي اكشلي حلمت ان انا رجعت المدرسه وفاتني امتحان انجلش. والمشكله ان انا كنت رجعت المدرسه بس انا متخرج من الجامعه، يعني انا في الحلم متخرج من الجامعه، بس معلش لا مش هنقدر نديك شهادتك، تعال ارجع امتحن الامتحان. حاضر، طب انا هاجي امتحن الامتحان امتى؟ كمان نص ساعه. فانا متوتر بقى وعمال بجري، واللي هو بحس ان انا في بانيك كده، فهي حاجه غريبه. بس خلاني افتكر قد ايه كنا بنبانيك وقد ايه كنا بنقلق من كذا حاجة في حياتنا. لما صحيت قعدت على تيك توك في السرير عادي جدا، شفت فيديو عجبني جدا وعايز اتكلم عليه. عنوان الفيديو كان بيتكلم من الاخر عن بانيك، وان العشرينات دي اسمها البانيك ييرز. ليه؟ عشان احنا دايما بنقعد نبانيك ونسترس على كل حاجة. مثلا هديكوا اكزامبل، كم حد مننا بيحس انه لازم قبل ال30 يكون فيجر اوت كل حاجه، يكون قفل اللعبه؟ يعني مثلا انت قبل ال30 لازم تكون عشت وسافرت واشتغلت وبنيت كارير وحوشت واشتريت شقه واتجوزت وبتفكر تخلف وحققت نجاحات ووصلت للبرايم بتاع الفيزيكال هيلث بتاعك، مليون الف حاجه، بحس ان انت خلاص وبقيت غني وناجح ومستقر، فان انت وصلت ال30 يلا بقى نستريح نحصد بقى كل اللي زرعناه. ده انا كحسن اتليست لوقت كتير جدا كنت بفكر كده، واللي هو بالنسبه لي 30 ده ديدلاين. حاجه تانية مثلا العشرينات ده وقت البرايم ايج بتاعنا، اللي هو انت اكتر وقت شباب وعندك صحه وكده، فافشخ نفسك شغل، اشتغل 20 ساعه في اليوم. انت ليه عايز اجازات؟ انت ليه عايز مش عارف ايه؟ انت بتبانك دايما، هل انا شغال كفايه؟ طب هل انا بعمله ده هيقدر يوصلني؟ هل ده هيوصلني للحاجه اللي انا عايز اعملها فعلا؟ في نفس الوقت انت بتشتغل نفسك 20 ساعه وبتحوش كل جنيه، في نفس الوقت لازم تسافر، لازم تتبسط. اصل احنا هيكون كم مره هنكون شباب ما عندناش مسؤوليه فنقدر نسافر براحتنا، ففي تناقض برضه رهيب. انت باصص فاتح موبايلك شايف ناس كتير سواء تعرفها او ما تعرفهاش على لينكد ان، ما شاء الله ما شاء الله، بس بيعملوا اتشيفمنتس رهيبه، واللي بيبقى بروموتد واللي مش عارف ايه وكذا وكذا، وانت حاسس هل انا مثلا فاشل؟ هل انا مش عارف اوصل لده لسه ولا ايه الفكره؟ وده مش معناه ان انت ما عندكش ثقه في ربنا، بس اللي هو غصب عنك اوقات الواحد بيكومبير كده النجاح بتاعه ونجاحات الناس التانية، مع ان ممكن حد غيرك يبقى عنده ظروفه تانية ابتدى قبلك. غصب احنا بني ادمين في الاخر اوقات بنحس طب مش معنى انا ليه انا مش جامد او ناجح زي الشخص الفلاني، او الناس اصلا ما نعرفهاش، ناس نشوفها كده على لينكد ان ممكن عمرك ما تكون قابلتها في حياتك. بانك ان انت اليوم كله بره عشان تشتغل عشان مش عارف ايه، وحاسس ان انت مش قادر تقعد مع نفسك، مفيش وقت تقعد مع نفسك، مفيش وقت تقعد مع عيلتك تقضي وقت معاهم، شايفهم بيكبروا ومش لاحق تسيز ممكن نقول اللحظات او السنين اللي متبقيه في عمرهم. طبعا ربنا يدي العمر لكل الاهالي. يعني تيجي الاجازه بتاعتك تفتح انستجرام تلاقي الناس كلها خارجه، واللي مش عارف ايه، واللي في كلاب، واللي على يخت، واللي في الساحل، واللي مش عارف ايه، او في الجونه بما اننا في الشتاء تحس ان هو وانا ليه ما عنديش بلانز ويك اند دي؟ هل هقعد في البيت بجد مع انك لسه بتكومبلين ان انت اليوم كله بره؟ فهو ميكس ما بين بانيك، انت طول الوقت مقلق، ده انت مش كفايه، انت مقصر، انت مش ماشي على الطريق الصح، وده اوفرويلم الواحد جامد عامه. ده بيخلي الواحد يبرن اوت. ومش عايز ادخل في سكه سيكولوجيكيه بس فعلا لو فكرت فيها ايه الحل؟ العشرينات ده الوقت زي ما قلنا الفيزيكال هيلث بقى وبرايم ومش عارف ايه، فده الوقت اللي انت خلي بالك من صحتك، تروح الجيم، تاكل كويس، سيلف ديفلوب، تقرا مش عارف ايه. بس الحاجات دي اللي هي المفروض هوبيز اصلا، الناس تتمرن ولا تقرا ولا كده، المفروض دي هوبيز بقت قلبت تاسكس، بقت قلبت حاجات تحملها في التو دو ليست وخلاص. وانس ان انت عملتها اللي هو يو اخيرا خلصت، انها هوبي اصلا، حاجه تشغلك عن الدنيا وتبسطك كده. وبانك بقى التو دو ليست نفسها، ان يا اما انت عندك تو دو ليست عملاقه مش عارف تخلصها، مش عارف تبتدي منين ولا منين، وحاسس ان انت التو دو ليست بتريبريزنت نجاحك. عملت النهارده تو دو ليست انت كده ناجح، فوتت حاجه انت كده راجل ما جيتش. وفي نفس الوقت برضه ما عندكش تو دو ليست، ما عندكش حاجه تعملها، انت متضايق وبتبانك. طب انا المفروض يبقى عندي، الناس كلها شايفها عندها بس انا ما عنديش، اعمل ايه؟ وطبعا ان انت دايما عايز اهلك يبقوا فخورين بيك، عايز تواظب في الصلاة، عايز تبقى ماشي على دينك صح،
عايز تفاين البالانس ما بين كل الحاجات دي. والسؤالي بقى يا جماعه، انا حاسس ان فعلا الموضوع صعب، وعارف ان اوفيسي صعب، انا مش بخترع الزر، انا مش اكتشاف. انا وبرضو اهالينا عملوا الموضوع ده، يمكن احنا في شويه حاجات بنعملها اكتر، عندنا احنا معلومات اكتر، بس مش دي البوينت. هل دي الحياه بس؟ يعني هل الحياه عباره عن ان انت تشتغل وتبقى باي فلوس بتعملها بتصرفها، ايا كان صرف حلو ولا صرف مسؤوليه ولا صرف مجبر ولا ايه، لحد لما تموت؟ it feels ان ده مش كفايه، او انه المفروض يكون في حاجه اكتر من كده. هل احنا مش عايشين صح؟ هل احنا مش بنستغل الحياة صح؟ وايه التفكير الصح ان احنا نعيش بيه الحياة؟ اصل لو بالرص اللي انا رصيتها دي، فانت هتقعد بانك بانك بانك، و20 خلصوا في لمح البصر. أنا عندي 23 سنة، وده سن صغير انا عارف، لسه في بداية حياتي وشبابي وكده، بس عمال بفتكر الفترة اللي اتكلم من اول مثلا المدرسة لحد الجامعة، عدت بسرعة رهيبة. بس انا لسه فاكر ايام لما كنت بصحى كل يوم المدرسه، وكانه امبارح والله. ماما تعمل لي السندوتشات، اركب الباص، انام شويه في الباص، العب مش عارف ايه، ماث رابعه ابتدائي. الفتره دي ما كانتش من كتير بنحس بده، ان انا كنت لسه صغير من كام يوم، وعندي مدرسه كل يوم، بعدها ايه ده، عندي الجامعه كل يوم، بعدها خرجت من الجامعه اللي كان بالنسبه لي at some point فكره الجامعه اللي هو دي الناس الكبيره بقى اللي بيروحوها، اللي هي واو حياه وسوشيال لايف. شفت ان هي تقريبا مدرسه بس على اوسع شويه وعلى سنه حريه شويه، بس برضو انت مجبر باتندنس ومجبر باساينمنتس ومجبر بامتحانات، وان انت ما ينفعش تمشي قبل نص الوقت وكل حاجه. now that I am متخرج الموضوع فعلا يخوف. انا البانيك بالنسبه لي، هنجح فعلا ولا لا؟ انا في حاجات عايز اعملها ان شاء الله، ان شاء الله اعرف اعملها، طبعا بسبب ربنا هعرف اعملها، بس وات اف معرفتش اعملها؟ انا كحسن بحب الافلام، بحب اخراج الافلام، وانا I would love اني pursue الكارير دي وابقى مخرج يوما ما، مخرج عملت افلام ونزلت السينما، مخرج معروف، وتبقى دي الكارير بتاعتي. فده بعمله اون ذا سايد، بس طبعا عشان اكل عيش بعمل حاجات تانية اون ذا سايد برضه شغل، وده ماشي. بس هو مش مالوش علاقه بالافلام قوي، يعني السيل تصويره كده، بس مالوش علاقه بالافلام. فانا بفكر، انا بسعى وبعمل اللي عليا، بس وات اف مثلا ما وصلتش؟ وات اف انا مش ولا مخرج شاطر كفايه، او ما كنتش محظوظ كفايه ان المنتج الفلاني يشوفني، او whatever، او ان مهرجان ياخد فيلمي، او ايا كان. بس انت بتكمبيت في الاخر، والكومبيتيشن الفترة اللي احنا فيها كله عايز يبقى يعمل حاجات كرييتيف، محدش عايز الشغلانة التقليدية اللي هي من 9 ل5 وتشتغل في كوربريت او شركة عادية وكده، which حاجة حلوة. فاحنا بنكمبيت مع ناس كتير جدا، مع ملايين، والعالم كله. يعني لو هنتكلم في كونتكست مصر، ملايين، تخيل بقى العالم كله. في عارفين الثيري، مش ثيري، اللي هي مقولة انه اي حاجة انت شاطر فيها، في طفل اشطر منك فيها مليون مرة. دي فاكت، اللي هو انت بتعرف تلعب جيتار جامد جدا، في طفل بيعرف يلعب جيتار بطريقه مش جامد، الطفل اللي هو احنا نتكلم بالكتير قوي 13 سنه. فدايما في حد احسن منك، ودايما في حد احلى منك، وكل الكلام ده. انت عندك بلان وعندك حاجه عايز تعملها، هتعمل ايه لو ما حصلتش؟ اوقات ببقى عايز افكر في باك اب بلان، بس في نفس الوقت الاوقات ببقى خايف لاحط باك اب بلان واحصر نفسي فيها اوتوماتيكلي سبكونشسلي. اقدر ازعتك كلمتين كده ورا اكشلي بيزيكلي اوتوماتيكلي. ففجاه كده الاقي ايه ده انا تخليت عن البلان الاولانيه وبقيت بعمل البلان الثانيه. ايه الاجابه لده؟ برضه انا مش عارف. لو حد عنده الاجابه هيقول لي. كل اللي انا عارفه حاطط املي في ربنا، بحاول اعمل اللي عليا على قد ما اقدر، بحاول اوفق ما بين الشغل، الكارير بتاعتي، الحاجه اللي عايزه تبقى ماي كارير which is film making، وشغلي اللي بياكلني عيش واللي بيخليني اخد اكسبيرينس، عشان ابقى عارف اصرف على نفسي، ابقى عارف اعمل كل الحاجات اللي احنا لسه قايلينها، اتجوز واخلف وابني بيت واسافر موضوع. يعني طبعا لكل مجتهد نصيب، بس في نفس الوقت الموضوع متعب شويه. يعني تخيلوا كده معايا الدنيا بسيطة ازاي. تخيلوا لو الرأسمالية مش موجودة واحنا ماشيين بنظام كارل ماركس او ماكس، مش فاكر اسمه، كوميونيزم من الاخر. الكتاب ده مش بتاعي، ده بتاعنا كلنا. الجونة دي مش بتاعتك، دي بتاعتنا كلنا يا سميح ساويرس ولا نجيب ساويرس. باي ذا واي، بمناسبة سميح ساويرس، شفت كان صورة ليه كده في مهرجان الجونة، وعجبني حاجة. ده عارفين حتة اللي هو الناس ده بتتمنظر باللبس، واللي هو بتحس عشان تبان ان هي غنية او كده لازم تبقى لابسة ما حصلتش بقى، وبراندز ومش عارف ايه و ولو حد بسيط لابس حاجة بسيطة ممكن الناس تبصله بقرف. بس المضحك ان في الصورة كان سميح ساويرس لابس عادي، قميص عادي جدا وشورت
وشبشب. بص بقى الناس اللي لابسه، اللي لابس بدله واللي مش، بس برضه تو بي فير ما كانش يعني ما كانش الموضوع ده بالليل ومش مهرجان الجونه، في حته اللي هي فيها زي بازار وفي زي ماركت كده، فاللي هو والصبح فاللي هو منطقي برضه، احنا بحر وكده فده منطقي يعني، هو ما عملش حاجه اوفر، بس عشان الناس كلها هي عايزه بقى تبان ان هي تفيت ان وكده، فكله لابس جزمه، اللي لابس اشيك حاجه عنده، هو عادي شبشب وقميص وشورت، اصل هو غني فهي doesn't give a shit. وانا على قد حالي بعيش بالمبدأ ده اللي هو I don't give a shit. انا مثلا هنزل السوبر ماركت اجيب حاجه للبيت ولا كده، هنزل باعفن حاجه عندي، وسواء السوبر ماركت او سعودي يعني، سواء الكشك اللي تحت البيت او رايح سعودي، انا بالهيئه اللي انا فيها هروح بيها. فانا بالمبدأ ده بحب اعيش بيه برضه مع اني مش مليونير. وده مبدأ حلو ان انت ما تهتمش بالناس شايفاك ازاي او رايهم فيك ايه، طالما انت مرتاح so what، طالما in public ومفيهاش feelings so what. فنرجع بقى لحوار البانيكيرز ده. المضحك ان even though انا عارف ان المفروض ما تبقاش كده، وان البانيك ده بانيك على الفاضي، وانه ايا كان مين اللي سماها بانيكيرز هي مش اجبار، بس ستيل هبانيك على البانيكيرز، وده اللي انا بعمله دلوقتي. يعني انا ببانيك ان احنا ليه بنبانيك في البانيكيرز. يعني موضوع كده انسبشن شويه. باي ذا واي هي جت في دماغي فجأة كده، بس حابب اعمل شويه شوت اوت. شوت اوت لماي فريند ملك، هي عملت لي فيلم بوستر بتاعي باي ذا واي، مشروع التخرج. مشروع التخرج بتاعي كان عامل فيلم دوكيومنتري، وهي عملت لي البوستر بتاعه. بصراحه البوستر عجبني جدا جدا جدا، كان بودي يروح مهرجانات. بس حصل خير. ان شاء الله الفيلم اللي جاي يروح. ده اللي كنت بتكلم عليه، ان انت بتحاول شويه تفشل شويه تنجح، طالما you don't give up. عشان كنت فعلا اللي هو من الحاجات اللي كنت بفكر فيها ان لو الفيلم ده ما راحش من مهرجانات، عشان ده تقدم عن الفيلم اللي قبليه اللي راح مهرجان، فميك سنس انه يروح. بس it doesn't work that way برضه. ياما مخرجين عملوا افلام وحشه جدا وهم مخرجين مشهورين، مش انا بقى اللي هخترع الزر هبقى ما حصلتش من اول فيلمين يعني. فشوت اوت ليها، شوت اوت لاخويا وحبيبي مصطفى. لو انت بتتفرج يعني اتمنى لازم تكون بتتفرج الصراحه، والا تبقى عيب والله. مصطفى ده اخويا، انا مش عايز اقعد ارغي كتير واقول بقى مش عارف ايه وكده، بس فعلا حد بحبه جدا وشخصيه محترمه، وبعتبره مش بعتبره هو زي اخويا الكبير بالظبط. دي حلقه النهارده، احنا كده خلصنا، واتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تكون انا حاسس ان في امبروفمنت عن الحلقه اللي فاتت. وكان معكم الحسن رومل، شكرا لو سمعتوني، وشكرا جدا لو اتفرجتوا عليا. لو لسه اتفرجوا بتسمعوا لحد دلوقتي بليز اعملوا فولو ولايك او سبسكرايب او whatever ايه الزرار اللي على انهي بلاتفورم. ان شاء الله البودكاست دي تكبر وتبقى حاجه محترمه كده، وانتظروني الحلقه اللي جايه، هنتكلم عن شويه حاجات اكسايتنج جدا. لسه انا كاتبها بس ناسي هي ايه. اشوفكم الاسبوع اللي جاي. باي باي.